في 3 كلمات الناس بتتلخبط فيها: النجاح، النمو، التقدم. والتلاتة مش زي بعض في المعنى. تعال أقول لك الفرق اللي ممكن يعمل في حياتك فرق. لو زودت دخلك أو دخل شركتك من 50,000 ل100,000 أو من 500,000 ل1,000,000 مثلا، ده اسمه نمو مش نجاح. خلي بالك، معلش خليني أعرفك يعني إيه نجاح. زيادة الفلوس أو الماديات أو الإنتاج أو دخول أسواق جديدة، ده كله اسمه نمو. النمو ده لو صاحبه أمور معنوية، والحاجات المعنوية دي زي المصداقية عند الناس، الانضباط في العمل، الأمانة، ده اسمه تقدم. فالتقدم زائد الأمور المعنوية اللي اتكلمنا عنها ده بيساوي النمو. والنمو ده زائد الإنسانية والأخلاق ومراعاة الآخرين، ده بقى اللي ممكن يتسمى نجاح.